هيتجننوا وكل شوية عايزين نجس عايزين نجس. صباح الفل يا حاج، عايزين ايه؟ عايزين نجس عايزين نجس. عايزين ايه؟ عايزين نجس عايزين نجس. عايزين نجس؟ مين دول اللي عايزين نجس؟ تعملوا بيه ايه يا حاج؟ والعياذ بالله، استغفر الله العظيم يا رب. نعمل احنا ايه بالحاجات دي؟ طب انا سألت عليه لقيته ب140 جنيه العلبة. النجس ب140 جنيه؟ 140 جنيه العلبة. يا خبر ابيض، امال الوسخ بقى بكام دلوقتي؟ والله يا حاج احنا اللي بنعمل الاشكال دي سعر يا حاجه، والله العيب مش عليهم، العيب علينا. طب انا اجيب نجس ب140 جنيه وانا في مقدرتي اعمله ب50 جنيه ولا ب60 جنيه؟ لا طبعا يا حاجه ما يصحش، لا نجيبه من بره ليه ب140؟ نعمله احنا ب50 60 جنيه، احلى نجس في الدنيا. يعني دي يا حاجه طريقه عمل النجس في البيت، تمام قوي. جبت ربع كيلو صدور فراخ اللي هو نص صدر الفرخه، فراخ شامورت بقى صح؟ وربع كيلو، وحطيت بصل بودر وتوم بودر، وحطيت كيس فيجيتار حار، وحطيت شطه و7 بهارات. ال7 بهارات واللمه في الحارات، ولما عم الحاج يعدي كله يوسع كله يهدي. وحطيت ملح ومحسن طعام، وحطيت مكعب مرق. كل ده بتحطيه على النجس يا حاجه؟ والله يستاهل، هو اللي جابه لنفسه. ده كله حطيته مع النجس، وحطيت كمان بطاطس، وحطيت كمان معلقه دقيق ومعلقه نشا، وحطيت معلقه بيكنج باودر. ضربت ده كله في الكبه. اضربي يا حاجه ولا يهمك، اضربي في النجس، اضربي في النجس، يمكن يتوب ويفوق لنفسه في الكبه كده ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين كده. اضربي يا حاجه ولا يهمك لغايه ما يعمل ايه معايا. بصوا النفس زي العجينه كده. ادي النجس، رب الوسخ يتعظ. هنزل عليهم ببيضه. النجس بياخد بيضه، تمام قوي. وبرضه هضربهم ضربه كمان. خلاص كده كفايه مجنة، كفايه ضرب فيه. كفايه ايه يا حاجه؟ اضربي في النجس، يمكن يبطل نجاسه. مش عايزك توقفي ضرب فيه الا لما يقول لك انا توب، خلاص بطلت نجاسه. وعقبال بقى ما نشوف هنعمل فيه ايه. ما توقفيش، اضربي كمان. اللي انت بتعمليه ده مش طبخ يا حاجه، انت بتطبخي وبتاخدي حسنات في نفس الوقت. وهنا زي ما انتوا شايفين كده قعدت اقطع فيه كله بسوا واحد. قطعي في النجس يا حاجه، قطعي ولا يهمك، ده عمل بطولي اللي بتعمليه ده. قطعي واضربي واديله. وجبت هنا المقرمشات دي، عارفينها طبعا. ضربتها ضربه في الخلاط لما في الكبه. عندي شويه الفاظ كده يا حاجه، ابقى اجيبهم لك تعملهم لي طاجن يعني ولا حاجه. نزلت عليها بكيس فيجيتار عشان احفظ طعمها كده واخلي طعمها حلو. المهم الربع كيلو فراخ عمل لي بتاع 50 حته نجس. الربع فراخ بيعمل 50 نجس؟ حلو قوي ده، نكتبها دي 50 حته نجس. كده بقى الفرخه تدينا 200 نجس. حلو قوي ده حلو قوي بصراحه كفه. وفي قلت منه كنا في نفس اليوم، وتاني يوم فرست منه برضو، والله عندي في الفريزر. الف هنا يا حاجه، الف هنا وتسلم ايديكي بجد والله العظيم. ده كله بربع كيلو صدور فراخ. بصراحه عايز الحق، النجس يستاهل اللي اتعمل فيه ده، برضه قليل عليه. لا يستاهل يا حاج، انت ما عملتيش حاجه غلط، انت بتعاقبي النجس تطبخيه. هتعملي وليمه بربع كيلو من صدور الفراخ على نص كيلو بطاطس، وعملنا وكلنا وشبعنا والحمد لله. هستناكي بقى يا حاجه بقى الحلقه الجايه بقى، ما تتاخريش علينا، عايزين نعمل الوسخ بقى في الفرن بقى. بس لو هو بقى كويس مش هنعمل له حاجه، لو هو اتعظ من نجس مش هنيجي ناحيته. اما لو ما اتعظش يبقى خلاص الحلقه الجايه بتاعته الوسخ في الفرن خلاص. عايزين نقضي على الاشكال دي يا حاجه كده ان شاء الله، بيكي باذن الله وبايديكي. تسلم ايديكي يا حاجه، واحلى نجس ده ولا ايه قد الدنيا والله العظيم. الف هنا وشفا يا حاجه. يلا سلام عليكم، سلام عليكم، باي 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 باي.